ونرجع مرة تانية مع كل مشاهدينا ونواصل لقائنا 10 الصبح فقرتنا الأخيرة مع المطرب الشاب إيهاب كامل. صباح الخير وأهلا بيك معانا. صباح الفل يا فندم. أهلا وسهلا. ازيك يا اخبارك ايه؟ يعني كلمنا عن بدايتك كده، دخلت الفن ازاي وحد اكتشفك ولا ايه الحكايه؟ والله يا فندم أنا من أسرة فنية وبحب الفن جدا من صغري. والدي كان مخرج مسرحي تبع كسور الثقافة كده، كنت دايما أروح أتفرج عليه وهو بيعرض مسرحيات وكده، فحبيت بقى الجو الفني ان انا ابقى قاعد في الكواليس في الكالوس واشوفه وهو طالع بيقدم عمل وازاي بيحفظ ووالدي يعني كان يقول لي الله يرحمه، كان يقول لي ان يعني المسرح ابو الفنون طبعا. يعني ان اي عمل فني ممكن تاخد السكسي بعد كده، لكن المسرح بتاخد السكسي في وقتها. صح. طب انت ليه ما فكرتش تمثل على المسرح يعني بدل الغنى مثلا؟ والله انا يعني ايه بؤمن بحته التخصص. بس معروض عليا ان شاء الله يعني مسلسل ان شاء الله في رمضان القادم، بطوله الفنانه سمية الخشاب. معروض عليا ان شاء الله ورق كده، او تاليف السيناريست الاستاذ فتحي الجندي، كان عمل نونا المأذونة وعمل كاريوكا يعني. ايوه هو سيت كوم، مسلسل حلو قوي، بطولة النجمة طبعا سمية خشاب، واتمنى ان انا يعني ايه انجح في التمثيل. لا ان شاء الله ربنا يوفقك. انا بحاول اثبت نفسي في الغنى الاول يعني ان شاء الله. ان شاء الله. طيب تسمعنا ايه؟ ممكن اسمعك اغنية مولود هنا. انا طبعا بحيي الجيش المصري العظيم اللي شال عننا كتير، لولا الجيش المصري وسياده الرئيس فخامه الرئيس السيسي يعني كان زماننا يعني في دنيا تانية غير دلوقتي. يعني انا ببقى مطمن، يعني انا يعني سبت عربيتي في مره مفتوحه رجعت لقيتها زي ما هي، ففي امان يعني غير الاول. الحمد لله. طب سمعنا ايه؟ هنسمع اغنيه مولود هنا. اتمنى ان هي تنال اعجاب حضراتكم وتنال اعجاب ان شاء الله. دي اغنيه خاصه بيك؟ دي اغنيه خاصه بيا من البوم وراك يا جيشنا. انا عامل اول البوم للجيش المصري اللي هو وراك يا جيشنا. وراك يا جيشنا. اول البوم متخصص كامل يعني في الجيش المصري، بيمدح في الجيش المصري وفي قصص، لان فعلا الجنود دي بتضحي بنفسها عشان احنا نبقى حاجه كويسه نعيش كويس. اتفضل. أنا من هنا مولود هنا عايش هنا من يجي 16 سنة. أنا من هنا عايش هنا مولود هنا من يجي 16 سنة. دايبين يا مصر انتي وانا، دايبين يا مصر انتي وانا. انا من هنا. جميلة. يعني خطواتك الجايه ايه غير المسلسل اللي انت ان شاء الله ممكن تشترك معاه؟ والله يا فندم انا بحاول ان انا اعمل البوم ان شاء الله، في يعني شركه انتاج، في شركتين انتاج هيوزعوا لي الالبوم بالمناسبه. يعني انا عملت اجزاء من الاغنيات، سجلت 3 اغنيات من الالبوم اسمه ما تعليش صوتك، واتمنى ان هو برضو يعجب الناس. انا عامل فيه كوميدي ورومانسي يعني منوع فيه، وعامل حاجات لايت كوميدي عشان تفرح الناس. بمناسبة حاجات الكوميدية كمان في يعني حاجة كده وانا جاي، موقف طريف كده حصل لي وانا بركن العربية ونازل وكده، فواحد جالي راح واخدني بالحضن قال لي احنا بنحبك قوي يا استاذ حمادة. قلت له يا فندم انا حمادة ايه؟ فقال لي ابنه صغير كده، قال له اتصور يلا مع عمو حمادة هلال وعشان نوري الصورة لماما في البيت. فطبعا قلت له يا فندم انا اسمي ايهاب كامل. فالموقف دوت يعني كوميدي لا يعني مش عارف اقول له ايه. قلت له قال لي مش مشكله يعني نقول لها ان انت حماده هلال وخلاص. يا سيدي ماشيه يعني لذيذ. فالموقف كان ده لذيذ. طيب احنا للاسف وقتنا خلص بسرعه، احنا بس هنختم على اغنيه من معاك. لازم نختم الحلقه بالموف. نختم الحلقه بالموف. شكرا لكل مشاهدينا، وبكره ان شاء الله يوم جديد و10 الصبح ان شاء الله. نسمع منك حاجه. كل ده كان ليه لما
شفت عني تيرارا كل ده كان ليه لما شفت عني تيرارا حن قلبي إليه وانشغلت عليه انشغلت عليه كل ده كان ليه كان ليه. شكرا، ربنا يخليك، ميرسي يا فندم، شكرا.